اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدي برنامج سينما السياسه. في حلقه جديده النهارده هنشوفها على احلى قناه. الحلقه النهارده مليانه حاجات كتير. الحلقه النهارده فيها مشكله، فيها رساله بنوجهها للدوله. برنامج بسيط، برنامج سهل، بنقول لهم احنا يعني البرنامج السهل ده البسيط دوت بنقول لهم خدوا فكره بسيطه، خدوا حل بسيط جدا لعجز الموازنه. لا فكر فيها نائب من ال 500 ولا 600 وشويه نائب، لا منهم متعين ولا منهم اللي منتخب واللي منهم اللي صرف ملايين عشان يوصل لهذا الكرسي، ومنهم اللي ساب دايرته ومحدش بيشوفه، ومنهم مسؤولين قاعدين ما هماش عارفين المشاكل اللي على ارض الواقع. لكن احنا في الحلقه ديت واول فقره فيها هنقول لهم مشكله كبيره جدا، وهنقول لهم ازاي تحلوها، واحنا تعمدنا نرصدها برغم من ان مشكله المواطن سمير خالد اتحلت، واحنا بنصور والله العظيم اتحلت. تاني يوم التصوير لما عرفوا بس ان برنامج سينما السياسه دخل وهيصور وهيعلن وهيذيع الحلقه، حل المشكله في خلال 3 ايام من تاريخ التصوير وليس من تاريخ الاذاعه والاعلان. يبقى اذا النهارده هنا رساله هي بتقول ان في بعض المسؤولين ما بيتحركوش الا بضغط، وبعض المسؤولين ما بيتحركوش الا بخوف من الاعلام. طب ما خلاص، ما احنا نفهم هذا الموضوع بقى ونجيب واحد على واحد يخوف واحد، واحد على واحد يخوف على واحد، ونعملها كلها قلعه الخوف وقلعه الرعب عشان الناس تشتغل. ده كله عشان كله ده تم اختيار الموظفين غلط، واختيار الناس غلط، واختيار الواسطه، واختيار المحسوبيه، واختيار قريبي هاته عشان خاطر هو اخوه موصي عليا ويصبح عليا ويقول لي صباح الخير كده وحاجات من دي يعني. مشكله الاستاذ سمير خالد هي مشكله احنا رحنا لها في قريه تمي الامديد بمحافظه الدقهليه. قريه تمي الامديد قريه زي قرى مصر كلها. الاستاذ سمير خالد راجل بيشتغل محصل للمعاشات والتامينات، موظف بيتحط على مكتب، بيقعد على كرسي، بينزل يحصل، بينزل كذا بينزل كذا. طبعا الحكومه الالكترونيه ما قالت لنا احنا هنبقى حكومه الكترونيه، يعني كل حياتنا هتبقى بكروت، كله كارت. طب ماشي، اهلا وسهلا، موافقون. وفرت على الراجل الغلبان المواصلات اللي متعذب فيها، ووفرت على الراجل الغلبان الكلام ده، ووفرت على الراجل الغلبان الحاجات دي كلها، وعملت الكارت. واصبح النهارده الكارت مع صاحب المعاش يروح يصرفه في اي مكان من اي مكنه، حتى لو هيمشي 2 كيلو مش مهم، حتى لو يمشي صحيح المكانات مش متوفره كتير الا في اماكن معينه. مش دي مشكلتنا اللي احنا بنتكلم فيها. خلي الماكينات قليله، خلي المواطن بيتعذب برضه عشان يصرف الماكينات، خلي الكلام ده، خلي الحاجات دي كلها، ده كله مش لب الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. طيب لب الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده ايه؟ انت النهارده اديت له الكارت واديته وقلت له خد الكارت معاك اهوت، انت حر، روح اصرف بالليل، روح اصرف بالنهار، اعمل ما تشاء. طيب توكلنا على الله رب العالمين. انا عندي مثلا 5 مليون حد على المعاش، عندي 2 مليون ونص، عندي مثلا عدد معين من المعاشات كلها بتبقى موجوده وبتبقى قاعده منتظر كل واحد كل شهر ياخد معاشه ايا كان قيمته ايه. العدد في المعاشات ده اكيد يعني على مشارف العمر، يعني في اخر العمر بيتوفى منهم كام؟ نسبة الوفيات كام في العدد ده؟ نقولها مثلا 2%، 3%، 5%، ايا كانت نسبة الوفاة. اعلى ماشي، خلينا نفترض ان هي نسبة 3% من عدد اصحاب المعاشات، ونركز في المهم في اللي جاي ده اهو عشان احنا هنقولها بالتفصيل كده. النسبة عندي 5% وفيات من المستحقين المعاشات دي كلها، 5%. طب هنا النهاردة التأمينات عملت ربط بالسجل المدني ولا ما عملتش؟ زي فؤاد المهندس ما قال زمان، مش كده ولا ايه؟ هنعمل ونقول ايه؟ ربط. النهاردة السجل المدني، الابن لازم يطلع شهادة الوفاة عشان يروح يعمل اعلان الوراثة عشان يورث هو واخواته ويطلعوا حقهم الشرعي اللي ربنا قال لهم عليه، ماشي. فيبقى لازم يبلغ السجل المدني. فهنا المفروض ايه بقى؟ المفروض السجل المدني اول ما تنزل شهاده وفاه، شبكه مركزيه تلقائيا تروح على التامينات، تقوم منزله الاستاذ فلان الفلاني المتوفي
من المعاش، وليكن معاشه 1000 جنيه. طب توفى 2 مليون منهم؟ لا مش نسبة كبيرة. اتوفى 10000 في السنة الأولانية، اتوفى 2000 في السنة الثالثة، اتوفى أعداد متراكمة كل شهر بيتوفى. يبقى هنا في ربط ما بين التأمينات والمعاشات. كل شهر التأمينات بتدخل 5 جداد، بتطلع 2 توفوا وتوفاهم الله من المعاش. إنما في نظام الكارت دوت مش هيحصل الكلام ده، لأن أولا المعاشات ما عملتش ربط بالسجل المدني، ما تعرفش المعاشات مين اللي توفى ومين اللي عايش. طب يبقى الكارت في ايد مين يا بهوات؟ اصبح في ايد الورثه. طب نسبة كام بقى من الورثه دول بيروح يصرف من المكنه، والمكنه تديله الفلوس كل شهر والسلام عليكم وعليكم السلام؟ نحسبها نسبة 5% مثلا وفيات، يبقى نسبة 1% بيقبل المال الحرام، ولا نسبة 2% بيقبل المال الحرام، ولا نسبة 3% من المال الحرام. يبقى هنا المعاشات بتصرف لكل متوفي كام كل سنة؟ ما تراجعوا يا بهوات، ما تراجعوا يا نواب، ما تراجع يا وزارة التأمينات والمعاشات كام واحد توفى وما تبلغش بوفاته وزارة التأمينات والمعاشات، وما زالت الورث بيصرفوا بالكارت اللي حضرتك مديه لهم. ويصرف بقى المعاش المستحق على ان الراجل لسه عايش الى حين بقى كشف الامر او اصحاء الضمير او صحوه الضمير. سايبين الضمير، سايبينها للضمير. ضمير ايه قصاد المجاعات اللي احنا عايشين فيها؟ ضمير ايه قصاد الغلاء اللي احنا عايشين فيه؟ ضمير ايه قصاد الرشوه اللي منتشره النهارده والواسطه والتزوير والمحسوبيه؟ ضمير مين؟ ده الضمير مات من بدري، ومات عند المسؤول قبل ما يموت عند المواطن. مات عند المسؤول اللي بيمشي في موكب يتعدى المليون والملايين علشان يروح يعمل زيارة. ضميره مات علشان خاطر هو عامل لي 60-70 مستشار، كل واحد بيقبض كام؟ فيبقى مش عايزه يموت عند مواطن غلبان بياخد له 1000 جنيه ولا 1500 جنيه. لا تعتمدوا على الضمير أيها المسؤولين. إن طلع واحد صالح هيطلع 10 طالح. ما تعتمدوش على ضمير حد. يا وزارة التأمينات اربطي المعاش بالسجل المدني علشان ينزل تلقائيا أي متوفي. يا وزارة التأمينات، يا حكومة، يا رئيس الوزراء، يا خلق، يا هو، اربطي التأمينات. تعالوا بقى نشوف سمير هيقول ايه أكتر وأكتر عن الموضوع والقضية الشائكة، وهو اتفصل واتقطع عيشه عشان بينادي بالقضية دي. والله الأول بسم الله الرحمن الرحيم، وتحياتي لجميع المشاهدين اللي حيروا هذه القناة، بأن أني شغال في التأمينات من سنة 81. تمام. وعلى مر السنين دايما أن أني أتحسس المواقف لمصلحة مصر، لمصلحة بلدنا، ومصلحة من يقوم على هذا العمل. جه سنة 2007 بدأ سيادة الوزير يوسف بطرس غالي بالاتفاق مع شركة ATM في لندن، وبدأ يقول بأن احنا عايزين نحسن المنظومة بتاعة صرف المعاشات في جمهورية مصر العربية بالكامل. الحقيقة هي كانت غير كده خالص. فاللي حصل سنة 2009 عملوا لنا دورة، رحنا القاهرة في المركز الرئيسي 3 شارع الألفي، وبدأوا يعلمونا ازاي نشتغل على مكن ATM، وبدأ يحصل فيه حوارات بيننا وبينهم. بينك وبين شركة ATM ولا التأمينات؟ الشركة كان قاعد ناس منفذين من الشركة، وكان فيه ناس مسؤولة من التأمينات كانوا قاعدين. فاللي حصل بأن احنا كنا بنقبض في حاجة اسمها ليست. الليست دي كان بيجي عن طريق القطر، وكان تكلفته كانت تكلفة بسيطة جدا، وكان الليست ده هو ما هو إلا إن أني لازم أقبض الشخص نفسه ببطاقته
بالبصمه بتاعته كمان. يبقى لازم الشخص كان يكون متواجد امامي اثناء صرف المعاشات. فيوسف بطرس غالي الوزير المحترم عمل ايه؟ قال انا بخفف العبء عن المواطنين الناس الكبار اللي في السن، ان انا بعمل لهم حاجه اسمها فيزا كارت يصرف بيها من اي مكان. يعني ممكن يصرف من البنك، ممكن يصرف من اي مكان. المكنه اللي هي في الشوارع. المكنه اللي في الشوارع دي. فطبعا احنا وقفنا واتكلمنا. طبعا احنا في الليست ده هون كنا بنقبض الشخص نفسه. يعني انت معترض على الصرف بالبطاقات؟ معترض. الاسباب بان دلوقتي اللي احنا كنا بنقبض الشخص نفسه، فلما جات الفيزا كارت قال لك الفيزا كارت مسؤوليه المواطن اللي هيستلم الفيزا كارت دي مسؤوليته. يعني قصدك تقول ان ممكن مواطن يتوفى وهو يصرف المعاش لسه ما جيناش للنقطه دي سيادتك. فدلوقتي ان قال بان اي حد من ولاده، اي حد من اهله ممكن ان هو يذهب بالفيزا كارت والرقم السري ان انت تقبضه. صحيح. او اي حد يقبضه، وان ما قبضش منه هيروح يقبض منين؟ هيروح يقبض من البنك. البنك دي حيطه، الحيطه هتقول له هات وريني شخصيتك، عمرها ما هي قايله. فطبعا احنا اتكلمنا في المؤتمر او الدوره اللي كانوا عاملينها لنا، اتكلمنا وما كان منهم انني لما اتكلمت قلت لهم لابد الاول من تصفيه كشوف صرف المعاشات من حالات الوفاه والزواج. يجيني زحمه موت، انا مش هضطر ان اني عارف الناس، لان انا ماسك مثلا وحده محليه انا تابع لها، والوحده المحليه انا عارف الناس كلها اللي فيها. ففي واحد ممكن يكون مات ما عملوش له ميتم، يا دوب على قد الدفنه وخلاص، يبقى انا ما عرفتش ان هو مات. تيجي مراته او بنته او ابنه يقوم يصرف ويبقى حالة الوفاة كانت موجودة، يبقى دي بتعتبر إهدار مال عام. بلاش إهدار مال عام، دي صرف بدون وجه حق للعميل. يبقى إذن العميل هو اللي يبقى مسؤول، لأنه هو اللي استلم الفيزا كارت وهو اللي معاه الرقم السري بتاعه. طب ما هو كده يبقى النقطة الأولى اللي بتقولها في المنظومة إن ممكن العميل يتوفى ويصرف بالفيزا كارت حد غير مستحق. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي أنت شايفها من وجهة نظرك إهدار مال عام في التأمينات والمعاشات. بالنسبة لإهدار المال العام بإن هم جم اشتروا، إحنا كنا مأجرين 5 شقق في السنبلاوين في عمارة اسمها عمارة الدينابيقي، وال5 شقق دول كانوا متأجرين. انتوا مين؟ جهة ايه؟ الجهات الاجتماعية اللي كانت مأجرة مبنى. فصدر أمر الكلام ده هو وتعليمات بإن احنا لابد يكون لنا مبنى مستقل بنفسينا ويكون ملكنا الخاص، على أساس لا يبقى فيه مخازن بره ولا يبقى فيه أوراق متنطورة بره في أي أماكن مؤجرة. فاحنا جينا عشان يشتروا المبنى بتاع السنبلاوين، مكتب التأمينات بتاع السنبلاوين اشتروا المبنى ازاي؟ بمبلغ 3,400,000 جنيه، البدرون والدور الثاني والدور الرابع. طيب صاحب العمارة موجود، خد الدور الثالث وخد الزبد بتاعه العماره الدكاكين اللي بره، وادانا العماره المبنى اللي هم اللي انا قلت لك عليهم، اللي هم الشقه وكده تزيد عن قيمتها الفعليه في حدود كام؟ ما هم 3، هي كلها على اجمالها 3 مليون وشويه. القيمه الفعليه القيمه الفعليه ما كانتش تستاهل مليون جنيه. ده كان ايامها الكلام ده كان سنه 90، كان الايراد في السنبلاوين ب 100,000 جنيه. كان الإيراد في السنبلاوين في المحلج ب 100,000 جنيه، وقلت لهم نشتري 6 قراريط ب 6 مليون جنيه، جبنا ونبني مبنى كويس لائق بالتأمينات الاجتماعية. هم مرضوش، وفي ناس جت من القاهرة واتكلموا معايا وقالوا أنت صاحب عيال ما عدتش تتكلم في الموضوع ده. الكلام ده كان سنة 90. يبقى احنا دلوقتي سابوا ال5 شقق اللي كانوا متأجرين زي ما هم. طب انتوا سبتوهم ليه وانتوا اشتريتوا مبنى؟ طب ما انتوا كنتوا تعملوا فيه مخزن، بدل ما انتوا تقولوا احنا عاملينه مخزن. طب ما تسيبوا الشقه دي، احنا اولى بال 3000 جنيه. ال 3000 جنيه دول اللي هم ايجار مبنى التأمينات، مبنى التأمينات القديم. فاحنا دلوقتي ال 3000 جنيه شهري ب 36,000 جنيه. ومعانا الاستاذ محمد العيوطي محامي، وهو المحامي بتاعي وهو المسؤول عن. انت رافع قضيه على الدوله؟ انا رافع قضيه. كلمنا عنها الاستاذ محمد. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. عايزينك تكلمنا عن مشكله الاستاذ وتقول لنا ايه القضيه وايه الحكايه بتاعته. انا اولا شاكر مجهود حضرتك وحماسك ووطنيتك في كشف الملفات الخطيره دي. مسألة إهدار المال العام مسألة لو اتكلمنا فيها عايزين نناقش 30 رسالة دكتوراه في المسألة دي.
بس احنا هنمسك حتة التأمينات اللي الأستاذ سمير اتكلم فيها دلوقتي بالاستفاضة. أستاذ سمير كل الجريمة اللي ارتكبها إن هو وأنا كنت بصحبته تقدمنا بشكوى لوكيل الوزارة ضد مكتب تأمينات تمي الأمديد، وقلنا له يا بيه يا محترم في إهدار أكتر من 12 مليون جنيه في مكتب تأمينات تمي الأمديد، رقم كبير في مكتب واحد. وقد كان طبطب على الأستاذ سمير وقال له مالكش دعوة بالموضوع وداعي الملك للمالك، لأن الموضوع لو اتفتح هيجي فيه ناس كبيرة ومش هنعرف نقفله. شفنا الأستاذ سمير خالد قال لنا إيه وعد إيه عن قضيته وعن أسباب إيقافه عن العمل ووقف حاله وما صرفش مرتبات، عشان بينادي بيقول يا دولة وفري 2 مليار ونص كل سنة. لأن لو حسبتها على مستوى الجمهورية كلها عدد، وأتحدى أي مسؤول النهاردة لو اخترق هذا الملف وشافه هيطلع كام وفيات بتصرف المعاش لحد النهاردة. لأن هي بتصرف المعاش لحد النهاردة لأن الكارت في إيد الزوجة الغلبانة اللي عيالها عايزين ياكلوا ماما. الأكل المام ولا إن أنا أروح أسلم الكارت للدولة يعني. وزي ما بندور على مستحقين الوفاة والتموين النهارده، طب ما أنا عندي المعاشات برضه، ما هو ده فلوس بتتصرف كل شهر. وبعد 6 شهور أو بعد سنة بيقول له تعالى جدد الاستمارة وهات لي بقى مستحق هذا المعاش، يكون هو صرف السنة كلها. القانون والغريب كمان في هذا الموضوع بأن القانون لا يجرم الأخ اللي استعمل كارت الفيزا وصرف، لا بيجرم الموظف اللي قاعد في وظيفته وهو مش عارف المكنه دي ايه اللي صرف منها ولا ايه اللي لانه ما بيطلعش. يقول له لا كان مطلوب منك ايها الموظف تنزل وتسال وتشوف بيته هو عايش ولا مش عايش. يا سلام يا سلام، ايه ده؟ ده انت بتقول له اسرق ومحدش هيحاسبك وهنكافئك وهنحاسب واحد تاني نقطع عيش بيته. يبقى انت كده خربت كام بيت يا جماعه بقى؟ يا جماعه انتوا مش عارفين ده كله؟ يا ناس يا ناس حسهم، يا ناس عجز موازنه شغال قاعد تفرض لي في ضريبه خدمه ضريبه قيمه مضافه وتفرض 25% على الناس، ولعت لنا السلع. يا ناس عجز موازنه هشيل الدعم، عجز موازنه خف الدعم، عجز موازنه شيل حط. ايه ما شفتش انت وزاره بتصرف كام الاول وخفضت تكاليفها؟ ما رشدتش الانفاق الحكومي؟ ما جيتش النهارده بص للتموين النهارده بطاقات كام واحد النهارده تجار ورجال اعمال وفنانين ورياضيين ووزراء و بياخدوا تموين؟ ما تشيل احذف. شوف الوفيات في عدد البطاقة التموين كام، احذف. شوف الوفيات في المعاشات كام، احذف. اربط. هي كل وزارة ماسكة نفسها عايشة في عزبة؟ كل وزارة راحة دولة تانية؟ كل وزارة شغالة في مكان آخر غير التاني؟ اعمل شبكة ربط ما بين السجل المدني وما بين وزارة التأمينات وما بين التموين. اللي يتولد تبقى انت عارف ان هو تجهز له اكله وجهز له شربه وجهز له حاجته. اللي يموت شيل مستحقاته وشيل حاجته. دي مشكلة الأستاذ سمير خالد ابن تمي الأمديد اللي اتحلت، وبأكد انه رجع لشغله بعد 3 أيام من تصوير الحلقة. وكان المفروض ان انا ما ذاعش الحلقة دي لان الراجل مشكلته اتحلت، لا انا بذاعها لقضية قومية، قضية قومية ما اتكلمش فيها نائب من ال600، ما اتكلمش فيها وزير من الوزراء اللي بيقبضوا من دمنا ومن لحمنا. وفروا مرتباتكم، كنتوش قادرين على حلول مشكلات المواطن وقاعدين توزعوا الدولة وتوزعوا الموازنة بتاعتها على من توفى ومن لم يستحق ورجال الأعمال، وتخفضوا في الجمارك وتزودوا أعباء كهرباء وتشيلوا. المواطن بقى غلبان قوي، المواطن بقى غلبان قوي. المواطن لو في كلمة أقل من الغلبان اللي هي الشحات. الشحات اللي هيمشي قريب يمد ايده للناس. اتقوا الله وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. معانا في نفس البلد اللي هي تمي الأمديد بعض من الاهالي بيتكلموا عن ازاي بيرووا اراضيهم الزراعيه بمياه الصرف الصحي.
ازاي بيرووا اراضيهم بمياه ملوثه، ازاي الزرع اللي احنا بناكله سموم في ارضنا وسموم في اجسامنا، ونرجع نقول الفشل الكلوي والكبد والفيروس. وزي ما بنصرف مليارات بنصرف على العلاج مليارات. تعالوا نشوف أهل القرية ونرجع. عندي المشاكل ملهاش حد. أول حاجة صرف صحي، مية، كل حاجة خربانة في البلد، كهرباء. اللهم صل على سيدنا. مشكلتي الوحيده دلوقتي الاهم حاجه اللي انتم يعني متوقفين اللي انا بعاني منها دلوقتي الطريق من اول المقابر بتاعه ظفر لحد عزبة ابو قور. طريق بيخدم حوالي 10,000 فدان. أنا بصفتي باني في العزبة وقاعد، أنا المضرور الوحيد اللي الناس كلها بتيجي ببوابرها وحارتين. أنا ما بعرفش أخش بعربيتي ولا داخل عربية نقل لمزرعتي ولا لا أستعمل أي حاجة. ليه؟ في 10 أفراد هم اللي متملكين الطريق على راس المشروع، واكلين حرم السكة 13 متر، فاحرين فيه مروة ري. المروة الري من هنا مليان مية يهيل في الطريق في السكة، يكسر السكة، والصرف مشروع الصرف الكبير بيهيل من الناحية التانية. اجيب اللودر اصلح 15 يوم. الناس دي عندها معدات، ياخد بالمعدات بتاعتهم يقطعوا من الطريق ويحطوا ينقلوا المواسير كل شويه 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 شويه. ما عملتش شكوى للمحافظ او عملتش اي حاجه. رحت كلمت بتوع الوحده المحليه، قالوا اعمل لنا شكوى، وجم عينوا. كلمت بتوع الصرف، قالوا احنا عملنا لهم بلاغات انذارات، ولا في دي بقالي يطلع 3 سنين عمال اكافح مع الناس، ما حدش سائل عننا ولا حد معبرنا ولا اي حاجه خالص. وهم 10 تنفار مستغلين حق 10,000 نفر على الطريق. عندنا مشكلتنا مستمره على طول من 10 سنين. ميه الشرب في العزبه ما بتوصلناش خالص من شهر 4. من شهر 4 لحد شهر 9 أو 10 في اول الشتاء ما بتوصلناش. رحنا للمسؤولين في الوحده المحليه ما فيش برضه اجابات. رحنا مركز، كل شويه كده كانوا بيبعتوا لنا مقطوره ميه. رحنا يعني كنت بتشتغل بالجراكن؟ بعبي جراكن زي بدأ على الحمير وعلى العربيات طريقه بدائيه. رحت لرئيس محطه مياه الشرب في ابو الصير اللي احنا تابعين لها، قال لي كان عامل لك ايه؟ الضغط ضعيف. رحت محطه ميت فارس مهندس عطيه، قال الضغط عندي فل الفل، يوصل 18 دور، يوصل 18 دور. وبعد كده كل في شهر رمضان جالي مقطوره في اول الشهر وفي اخر الشهر، واحنا بنسهر طول الليل على الميه، دي نص ساعه او ربع ساعه. ابانا اسهر طول الليل على الميه، اروح شغل ازاي؟ اشتغل في ارضي ولا اروح مثلا وظيفتي ولا اروح اشتغل فين؟ اسهر على الميه عشان نشرب ولا نشتغل؟ بنصرف علينا مثلا لو قعدنا. يعني هي مطالبك كلها تتلخص في مياه الشرب؟ ما فيش ميه، احنا معدومين. احنا بتبعد عن المنصوره قد ايه؟ 36 كيلو. احنا بعد ظفر ب 2 كيلو، عزبة ابو قرة بعد ظفر ب 2 كيلو. احنا بناخد من نهايه ظفر الميه ديت، بناخد من نهايتها ميه الشرب من اخر ظفر. ظفر عما بتتم بيكون النهار طلع، النهار يطلع ما فيش ميه بمعنى اصح. واحنا احنا في اول الرافع ظفر، يعني ظفر ديت اول رافع بيجي من متفارس، المفروض عندنا طالعه بالراحه ما فيش ميه، مش هنجين المواسير المحابس علينا عشان توصل للبيضه. لما بروح متفارس اقول الميه مش موجوده، قال ازاي ميتنا بتوصل للبيضه وانت في اول الرافع؟ عندنا الكهرباء متهالكه خالص، خالقه خالص. ورحنا لهم كذا مره، ورحنا الشبكه في المنصور، ورحنا تماي، ما فيش فايده خالص. يقول لك احنا ايه هنيجي نلحمهم لكم وما يجيش حدش يجي يلحم خالص. عندنا كهرباء الشوارع والابراج برضه. والابراج الكهرباء عندكم ضعيفه ولا؟ لا كهرباء حلو، الحاج اتقال الكهرباء حلو، بس العمدان واحنا عندنا اطفال خايفين من الكهرباء. يعني ما فيش صيانه؟ ما فيش صيانه خالص، ما فيش صيانه خالص في الكهرباء. ما فيش صيانه في الكهرباء خالص. السلوك دي كلها نازله، يعني لو عيل لو مؤاخذه عيل صغير كده يجيبها من اي يمسك. السلوك واطي عن ما فيش صيانه خالص يا والله. شفنا حالة بتحرق الدم، حالتين بيحرقوا الدم. فلوس عجز موازنة، والأولاد ولا الزوجة الغلبانة بتصرف المعاش لجوزها بفكارة الفيزا ولا حياة لمن تنادي، وتقعد بقى وتستمر فترة طويلة من العمر وتصرف ومحدش هيسألها راحت فين ولا جت منين. ابن عاق، أم مريضة، بتصرف
وخلاص، ما هي الفيزا في ايدها، لا حد شايفها ولا حد عامل ولا حد مسوي. وفي الاخر لما ترجع يتكشف الموضوع بالصدفه البحته ان هو يفصلوا الموظف ويقولوا له، ما يحاسبوش حتى، يقولوا له انت اللي خدت بدون وجه حق، تعالى رجع فلوس الدوله، ولا لا 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 لا. اصبح الشيء مباح. الحاله الثانيه اللي شفناها الصرف الصحي اللي بيروي بينا الزرع، اللي بنقول هو السرطان ده جالنا مؤامره، هو السرطان ده جالنا في الميه، هو الفشل الكبدي جالنا والفشل الكلوي جالنا، لا. ما تشوف نسبة كام بتروي من الأراضي الزراعية بالصرف الصحي. مين من المسؤولين يقبل على أهله كده؟ مين من المسؤولين يقبل من المواطنين يحصل لهم ده؟ إلا إن كان مسؤول مغيب، مسؤول يعشق التكييف والألم. أنا عايز أضحك بقى الحلقة الجاية كده ونفرفش. والفقرة ديت فقرة فيها جهد واضح جدا لنادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة. نادي على شط النيل، كان قطعة تراب، قطعة فضاء زيها زي أي قطعة أرض. تعين لها رئيس مجلس إدارة بأعضاء مجلس إدارة، السيد الفاضل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طارق عبد الهادي. طور من هذا النادي اللي هو يعني ما حصلش. عملوا فعلا نادي يوازي هليوبوليس ويوازي النوادي الحديثة في القاهرة، وأنشأ هذا النادي على أحدث طراز. كثرت الأعضاء بتاعته حاليا، وأعضاؤه بقوا يتعدون بالآلاف. يعني المتنفس الوحيد لسكان نادي المنصورة هو نادي جزيرة الورد، وهم صمموا أيام ما كانوا بيسموه أن يطلقوا على نادي جزيرة الورد، لأن هي أصلا المنصورة كان اسمها جزيرة الورد قبل أن نؤسر لويس ال19 وتسمى مدينة المنصورة. عملنا طبعا حوار مع الأستاذ طارق عبد الهادي عشان يكلمنا عن إنجازاته في نادي المنصورة، ويكلمنا عن ما يطمح إليه في الفترة القادمة بمشيئة الله تعالى، وعن التطوير الشامل اللي هو خده في خلال عضويته لمجلس الإدارة أو رئاسته لمجلس إدارة النادي. وكمان إن عشان بس أقول إن إحنا في نوادي بتقدر تحقق الشيء وبتقدر تحقق حاجة كويسة وبأقل التكاليف، وفي برضو تجربة تانية احنا طبعا ما صورناش معاها وممكن ربنا يسهل لنا الحال ونصور، اللي هي نادي الزمالك اللي أصبح نادي اجتماعي محترم جدا وعلى أعلى مستوى، وظبط فيه الأخلاق والمبادئ والقيم قبل أن يطور المباني والمنشآت الأسمنتية والطوب والحاجات دي كلها. ازرع الإنسان واعمل إنسان، هو اللي يعمل لك كل المنشآت باحترام وبأدب وبأخلاق. نادي جزيرة الورد نادي عريق، نادي نتمنى له الازدهار في الفترة القادمة. نتمنى له، هو له طلب وله مطلب بسيط جدا هيقوله في الحلقة، احنا برضو بندعمه في هذا المطلب، بأن نادي جزيرة الورد يدخل كرة القدم ويبدأ عنده الفرق، أو عنده فرق ألعاب فردية مسيرها إن شاء الله مع التقدم ممكن توصل إلى الدوري الممتاز، الدوري اللي هو بيتعمل دوري الشركات، الكلام ده الحاجات دي كلها. هو عايز يدخل لعبة كرة القدم في نادي جزيرة الورد بالمنصورة، وده مطلب بنوجهه إلى الكابتن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، وكان وعد الأستاذ طارق عبد الهادي في جولاته الانتخابية بأنه سينفذ له هذا الطلب، ونحن في الانتظار بمشيئة الله، وسنكون أول الداعمين لنادي جزيرة الورد إن دخل مجاله كرة القدم، لأن نادي المنصورة عندنا ما أصبح يعني المفروض أنه نادي المحافظة وهو نادي عريق، لكنه أصبح خاوي بلا مجلس إدارة. تعالوا نشوف الكابتن طارق عبد الهادي قال لنا إيه، ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات الحلقة. بتمتع حضرتك ان في 17 لعبه، في 12 لعبه على مستوى الاتحادات. عندنا ابطال حضرتك الجمهوريه، عندنا في بطوله التنس محمد صفوت اميده بطل افريقيا وبطل الجمهوريه، عندنا ابطال سباحه على مستوى الجمهوريه، ويمكن حضرتك المجلس كافئهم لما سافر حضرتك بطوله دارمشتات في المانيا. ايضا عندنا ابطال في الجمباز، ابطال في الجودو، في التايكوندو، في الكاراتيه، وبنوعد الجمعيه العموميه ان السنه القادمه ان شاء الله يبقى فيه عديد من الابطال على مستوى الجمهوريه. والكوره يا استاذ طارق؟
والله حضرتك لاول مره في تاريخ النادي، لاول مره فعلا. يمكن حضرتك ما اقدرش النهارده يعني نخش في كره القدم على اساس ان لها ميزانيه كبيره، فانا دخلنا حضرتك الكره النسائيه، الدكتور سحر هواري عضو مجلس دي طفره في الحمد لله. وتم اختيار حضرتك 3 لاعبات لمنتخب مصر، ودي لاول مره في خلال 6 اشهر، وان شاء الله عاملين قطاع ناشئين على اعلى مستوى. وبنوعد برضو ان احنا السنه الجايه هيبقى لنا صوت في الاتحاد باذن الله، ونقدر ننافس حضرتك الانديه الكبيره في كره القدم. وبعد كده الميزانيات حضرتك اللي احنا هنوفرها لنشاط كره القدم باذن الله. وايه الجديد بقى اللي بالنسبه لنادي الجزيره اللي لسه المنصوره ما عرفتوش يا استاذ طارق؟ والله حضرتك احنا عملنا طبعا الكورنيش اللي موجود، الحدث الجميل جدا لمساحه 300 متر على النيل، في استكمال له حضرتك ب 200 متر وحديقه اطفال على اعلى مستوى. دي برضو احنا عاملين باركنج حضرتك لاعضاء النادي، هيبقى تحت الملاعب في المنطقه الخلفيه على مساحه 6000 متر. ده برضو يمكن خبر جديد بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه، وهيخدم برضو حضرتك مواطنين مدينه المنصوره. المشاية بالظبط. عندنا حضرتك تكدس مروري رهيب، فاحنا قابلت مع الوزير حسام محافظ زليع حسام بيه امام، والراجل وعدنا حضرتك ان هيدينا التصريح على اساس نعمل جراج دورين حضرتك في المنطقه الخلفيه يواكب التقدم الموجود في النادي ويخدم مدينه المنصوره بشكل عام. وما الجديد في المساحات الخضراء بالنسبه لنادي يا استاذ طارق؟ انا سمعت ان انتوا واخدين تقريبا ارض في جمصه ولا الكلام ده؟ والله حضرتك نتمنى، احنا يمكن حضرتك كان اتخصص لنا من 10 سنين 10 فدين، بس للاسف ما حصلش نصيب فيهم. احنا بنوعد ان احنا هنقدم برضه مذكره مع الوزير نخصص لنا حضرتك ارض زي انديه المنصوره زي بني عبيد. احنا مش اقل من هذه الانديه، بل بالعكس احنا انديه اجتماعيه كبيره ويعتبر من رقم 1 بالنسبه للنوادي الاجتماعيه. فان شاء الله حضرتك في خلال السنه القادمه ان شاء الله نتخصص لنا 10 فدادين او اكتر ونبدا نعمل فيهم باذن الله. السؤال الأخير بقى اللي بيحير دايما أهل المنصورة، لماذا عضوية نادي الجزيرة بهذا المبلغ المرتفع؟ والله أقول لحضرتك حاجة، هو النادي الجزيرة له طعم خاص، له مذاق خاص، يعني مع احترامي لجميع الأندية في الإقبال على نادي الجزيرة، في حضرتك الأسر الموجودة في نادي الجزيرة لها طبيعة خاصة، برضو الأنشطة المتعددة. احنا مجلس إدارة النادي زي ما حضرتك فيه تطور كبير جدا من حيث النظافة، من حيث حضرتك الإنشاءات، من حيث الأنشطة. فيمكن برضو أنا بشكر مع الوزير خالد عبد العزيز، المهندس خالد عبد العزيز، إن هو حضرتك له بصمة على نادي جزيرة ويعرف النادي كويس، ويعرف إن المجلس شغال بمستقر وبعامل إنجازات. فهو ما تأخرش علينا، ما احنا زودنا العضوية بقرار الجمعية العمومية، وافق فورا، والحمد لله أدت الحركة إن إضافة كبيرة جدا للنادي اللي احنا نقدر نعمل إنشاءات على أعلى مستوى تخدم أعضاء الجمعية العمومية. والجديد اللي حضرتك هتتبناه منطقة السباحة للمنصورة أو الدقهلية عامة؟ أنا بوعد حضرتك إن شاء الله في خلال ال6 أشهر القادمين هننشأ حضرتك منطقة شرق الدلتا للسباحة، على اساس ان حضرتك تبقى دعم لجميع الانديه. عندنا نادي جزيره الورد، نادي الحوار، ونادي شربين، ونادي المنصوره، واستاد المنصوره، فهتبقى قاعده كبيره المنطقه كبيره للسباحه باذن الله. حلقاتنا شامله، فقراتنا متنوعه، بنقدم فيها كل حاجه، ما عندناش حدود في الكلام، ما عندناش حدود في التقارير، ما عندناش حدود في التصوير. نحمد الله ونشكر فضله ان احنا كل الابواب عندنا كبرنامج مفتوحه لنا، ايجابيات او سلبيات. الايجابيات احنا بنقول لها شكرا وتعظيم سلام، السلبيات بنقول لها لا، اقف لحد عندك، وبنقدم حلول، مش بنقول سلبيات ونسكت زي باقي الاعلام الممول اللي بيخدم فئه معينه فقط لا غير، ما بيخدمش حد تاني. اعلامنا واغلب القنوات بتخدم فئه رجال اعمال، ما بتخدمش حد الا رجال الاعمال. النواب بتخدم نفسها حتى ما عادوش بيخدموا رجال الاعمال، تخيلوا. يعني حتى النائب النهارده الحمد لله ربنا هداه وبعد عن رجال الاعمال، انما لسه ما زال الاعلام النهارده خدام 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 لرجال الاعمال. وبكررها للمره الثالثه لان احنا ما بنخافش ليه؟ لان احنا شفنا الارهاب وواجهناه، وكانت صدورنا عريانه، وكانوا هم واقفين من بعيد باسلحتهم وميليشياتهم وما خفناش. لا، هم لما راحوا بقى حصروا مدينه الانتاج الاعلامي الامن اللي حماهم. لا، احنا ما كانش الامن بيحمينا، احنا كان الله يحمينا
واحنا الشعب بالاراده الشعبيه حامينا نفسنا بعد اراده ربنا سبحانه وتعالى، حامينا نفسنا من غدرهم، حامينا نفسنا من خيانتهم، حامينا نفسنا من كل ما يفعله لنا من موبقات. فتعلمنا خلاص ان احنا ما نخافش، ولو خفنا مش هنطلع نقول اي حاجه، نقعد في بيوتنا بقى ونسيب بلدنا، او نقول لهم دي خلاص بلدكم يا ارهابيين فخدوها واعملوا اللي انتوا عايزين فيها. لا، هي النهارده برضو مش بلدكم يا فاسدين، ومش هنسيبها لكم تنعموا بيها ولا تعملوا بيها. عندنا بعد ما شفنا الاستاذ طارق عبد الهادي، عندنا الفقره الثانيه وهي مجال التحكيم في مصر. مجال التحكيم في مصر مجال بينهار، بيقع، مجال سيء. يعني مش لاقي لفظ اقوله، يعني اصل مش معقوله مجال تحكيم الفرقتين بيطلعوا يشتكوا من مجال التحكيم في الدوري. يعني دي حاجه تجني، يعني ايه ده؟ كنا يعني كانت مثلا فرقه تشتكي من، انما الفرقتين طالعين يشتكوا. طب يعني التحكيم ده في ايه؟ طب في إيه؟ اتغير رئيس لجنه التحكيم مره في الدوري في هذا الموسم، الثانيه، الثالثه. طب ليه؟ طب عشان ايه يعني؟ طب ايه هي مشاكل التحكيم؟ طب انا مين البرنامج الرياضي اللي عمل لنا مشاكل التحكيم؟ لا، ده هو بيعمل مشكله التحكيم عشان يخدم سين، عشان هو اللي يجي رئيس لجنه مكان صاد. طب انت ما عملتوش عشان تخدم الانديه يا عم الحاج، يا عم الاعلامي، يا عم مقدم البرامج اللي بتجيب الملايين، يا عم ربنا يرزقك بملايينك وسيبنا احنا بالملاليم. الله يعينك يا رب ويقويك. تعال نشوف الاستاذ سامي الطحان في التحكيم هيقول ايه، وهنرجع نكمل لسه فيه، محدش يمشي. أنا بالنسبة لي أنا كنت لاعب في نادي المنصورة، واتنقلت لنادي العمال المنصورة وعدة أندية هنا في المنصورة، وبعد كده اتجهت للتحكيم. وصلت للمرتبة الدولية، مثلت مصر، وكان شرف كبير جدا لما أكون أنا من المنصورة وأبقى حكم دولي. وبعد ما اعتزلت التحكيم كنت سكرتير لجنة حكام الداخلية، ثم رئيس لجنة حكام الداخلية. طلعت كان هنا الحكام 40 حكم على مستوى جميع الدرجات، أولى وثانية وثالثة. دلوقتي بقينا عندنا حكام أكتر من 130 حكم، وعندنا دلوقتي أكتر من 10 حكام بيلعبوا في الدوري الممتاز ما بين حكم ومساعد حكم. المنطقة نعتبر احنا منطقة الدقهلية المنطقة الثالثة على مستوى الجمهورية بعد القاهرة والإسكندرية، يعني حاجة تفرح يعني. واحنا بنتمنى ان احنا حكامنا تبقى كويسه، ونظمنا السنه دي اختبارات اللياقه البدنيه للاربع محافظات، الدقهليه والغربيه والمنوفيه وكفر الشيخ، على الساده. اللياقه البدنيه دي خاصه بمين يا كابتن؟ لازم الحكم علشان يحكم في الدوري لازم يكون كشف طبي ونجح طبي لائق طبيا، ولازم يكون لائق بدنيا. بدنيا ديت بتتعمل هنا في المنصوره، لها معايير ولها مقاييس بتتعمل من خلال لجنه حكام الرئاسيه، كابتن جمال غندور ومعاك دكتور عزب وكابتن وجيه. لكن المشكله عندنا دايما هنا في المنصوره، بدل اتكلمنا بقى لازم نتكلم عن المشاكل اللي احنا مدينه محافظه الدقهليه بالكامل ما فيش فيها مضمار غير بني عبيد وحمره، ما ينفعش، واستاد المنصوره خرسانه، والخرسانه دي موجوده فيها خطوره وكارثه. وانا بقول اللي هيحصل كارثه، وبوجه للوزير والمحافظ ووكيل وزاره الشباب والرياضه، هيحصل كارثه لان الملعب النجيله الخضراء ما فيش حاجز بينها وبين الخرسانه، فاي عيل هيقع او اي لاعب هيقع على دماغه هيجرى له حاجه او هيتكسر وهتحصل مصيبه. وفي اصلا الترتان ده موجود ومتخزن بتاع اسفل مدرجات الدرجه الاولى. انا عايز اعرف انا ليه ما بيتركبش. بيقولوا في مشكله بين منطقه العاب القوه ومديريه الشباب والرياضه اللي من ناحيه الدرجه الثالثه ناقص متر. طب ما انا اعمل دلوقتي ده كده، وبعد كده لو ابقى اشوف مشكله المتر علشان الترتان ابو 4 مليون جنيه ده ما يبصي ويطلع على الفاضي وحرام، وده يعتبر اهدار مع العام. وخاصه ان احنا ما فيش، لان الاستاد الوحيد اللي فيه ترتان في محافظه الدقهليه في استاد جامعه المنصوره، واستاد جامعه المنصوره مش تبع خاصه بالجامعه، وما برضاش في مشكله بيننا وبين الجامعه هتحصل بين الحكام الدقهليه والجامعه، لان احنا بياخد مننا على الاختبار الواحد حوالي ساعتين 3000 جنيه.
ولما رحنا له بطلب، ولما كان الوزير التعليم العالي هنا وقلنا له، قال لك هنعمل لكم نسبه خصم. ما عملوش خصم الا 20%. بالرغم احنا لما بيجي في ماتشات للجامعه انا بعمل المباراه الكره الخماسيه، الحكم الاصولي ياخد في المباراه الواحده 165 جنيه، انا باخد منه 50 جنيه و35 جنيه، يعني انا مجملهم بعمل خصم 70%. وفي الملاعب وفي ال11 لما يبقى في بطوله جامعات هنا الحكم بالاصول ياخد 350 جنيه، انا باخد منه 150 جنيه، يعني نسب خصم مش ممكن، وهم ما بيتعاونوش معانا، واحنا بعد كده هنتعامل معاهم زي اللائحه. لكن احنا نفسنا بوجه للوزير، معالي الوزير اعمل لنا استاد المنصوره علشان نعرف نجري عليه برسوم قليله، لان النهارده في تعليمات جايه لنا من لجنه الحكام الرئاسيه ما بناخدش من اي حكم جنيه واحد، يعني الحكم بيكشف ببلاش ويجري ببلاش، وربنا بقى يرزقه، لان النهارده الحكام النهارده بقى بسم الله ما شاء الله المرتبات ارتفعت، البدلات ارتفعت، بالاضافه اللي بقى في تامين دلوقتي على الحكام ضد الحوادث وضد الموت، فالحكام النهارده في مميزات لازم برضو ان احنا نساعدهم منها. هو يا كابتن سامي ما زال التقصير من مديريه الشباب والرياضه، لان هم بيعملوا الملاعب البرانيه اللي هي الملاعب التاجير دي، وبيجوا على مراكز الشباب بيقفوا فيها، يعني هو التاثير هنا من ناحيه الشباب والرياضه اللي هم مش قايمين بدورهم على اكمل وجه، ودي بتقابل مراكز الشباب كلها. ما هي ده حضرتك انت كلامك مظبوط جدا، لازم مديريه الشباب يبقى عندها انشط من كده وتساعد، يعني تساعد الانديه وتساعد مراكز الشباب، لان اصلا معظم الملاعب والمراكز الشباب في الدقهليه او في مصر بصفه عامه ما لهاش موارد ثابته، فهم النهارده هيجيبوا منين؟ ما هو النهارده لازم يقول لك المجلس او المركز او النادي يعتمد على نفسه، طب يعتمد على نفسه هيجيب منين؟ لما لقينا حلقه مع الاستاذ طارق عبد الهادي رئيس نادي جزيره الورد قلنا نكملها بقى كلها رياضه. يبقى بدانا حلقه بمشكله واقتراح حلول، وقلنا المشاكل بتاعت اهالي القريه في الزراعه، لان الفلاح برضو مظلوم قوي 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 ومحتاج حلقات وحلقات وحلقات. لكن المسؤول هيسمع؟ المسؤول هيحل؟ ما اعتقدش ان هو هيحل. فما تخلوناش نصاب بالاحباط، ما تخلوناش نصاب بالاحباط، لان الاحباط مش هيخلينا يعني نتعاون مع بعض في اصلاح البلد. فلو كنا عايزين نصلح بلدنا يلا نحط ايدينا كلنا في ايدين بعض ونشتغل ونتحرك ونسمع لاراء بعض. ما تقولش ان انت لا رايك الصح وانا رايي الخطا، لا تعالى ما نجرب ونشوف، ما انتوا شغالين تجارب بقالكم 200 سنه وياما جربنا وياما عملنا وياما سوينا، ما نجرب بقى افكار الشعب اللي هو طالعه من المنبع وطالعه من الواقع. عندنا مشكله تانية زي ما اتكلمنا كمان في مشكله الرياضه، واتكلمنا في مشكله التحكيم في الرياضه، وقلنا يا رب بقى يصلح حال التحكيم وان شاء الله يبقى عادي. عندنا الامن والجماهير، مشكله جماهير عوده كره القدم. خلال الكام سنه اللي فاتوا كانت المشكله حاليا في الجماهير، وكانت الجماهير هي اللي عندها التعصب الكروي من الاساس. طيب احنا هنقدر نحل مشكله زي دي؟ ما اعتقدش هتتحل. هيفضل اللي متعصب للزمالك متعصب، وهيفضل المتعصب للاهلي متعصب، وهينسوا مصر وهينسوا مصر. طيب هنحل ازاي المعضله دي؟ يعني ما هنفضل المتعصبين موجودين والناس موجوده. طيب النهارده نادي الزمالك ورئيس مجلس ادارته المستشار مرتضى منصور عمل لنا تجربه جميله جدا، اللي هي البطاقه والاستماره في منطقه كره القدم في كل محافظه. ما نطبق التجربه دي على كل الانديه، وتكون فرض عين، وتكون فرض بالاجبار لكل الانديه تطبقها. ما هو في نموذج اتطبق ونموذج جيد، انه بياخد بيانات الشخص المشجع وهو داخل كره القدم، والامن بيفتش بالتفتيش المحترم وبالتفتيش الجيد، فبيبقى هنا بيانات الشخص موجوده، والكاميرات موجوده في الملاعب ترصد اي انسان مخالف، ونعود الجماهير الى كره القدم وترجع تاني. جربنا ماتش مصر والفرقه القويه اوغندا او غانا مش متذكر، والجماهير دخلت والحمد لله كان الالتزام قوي. ما يلا ناخدها بدايه وناخدها بادره حسن نيه من الجماهير، قدمها في مباريات مصر المنتخب، وندخل الجماهير ونعود الجماهير، لان مفيش كوره من غير جمهور، لان هي الميه بتاعت الزرع. الجمهور هو مياه الزرع، الجمهور هو اللاعب رقم 12. مفيش لاعب هيطلع اللي عنده لما يلاقي قدامه جمهور بيشوفه،
مش مستني الحلقات المسجله، لان الحلقات الماتشات المسجله والماتشات المذاعه والكلام ده اللي هي دايره عليها دلوقتي خناقات واشتباكات، لان مكاسبها طبعا زي ما انتم عارفين ايها المشاهدين بالمليارات. فالنهارده احنا مش عايزين كده، احنا عايزين النهارده الجمهور بعون الله نخش. ودلوقتي حاليا في مجلس اتحاد كوره بقياده هاني ابو ريده وفريق عمله المحترم وزملاء اعزاء قادرين ان شاء الله ان هم يعيدوا الروح الى الملاعب ويرجع الجماهير مره اخرى الى ملاعب كره القدم. تعالوا نشوف رؤيه ومنظومه قدمها لنا خبير استراتيجي في الملاعب، وازاي نحافظ على الامن وازاي برضو نحافظ على الجمهور، وعلى فكره بحلول مش مكلكعه، يعني بحلول بسيطه جدا لا هتحتاج نصرف منها شيلن ولا نحتاج نصرف منها جنيه. ولكن من الواضح ان في ناس ما بتحبش الحلول السهله، عايزه الحلول المكلكعه عشان يبقى الوضع على ما هو عليه. رافضين للتغيير، رافضين للاصلاح، ودي الحرب الحقيقيه اللي بيننا وبينكم في المرحله القادمه ان شاء الله تعالى. فتعالوا نشوف الخبير الاستراتيجي قال لنا ايه، وهنرجع نكمل باقي فقرات الحلقه. المالكي الخبير الامن الدولي والمحاضر الامني بوزاره الداخليه الاماراتيه، والمستشار الامني والمحاضر الامني بالخطوط العربيه السعوديه، وعضو لجنه مسابقات السابق باتحاد الكوره، والمراقب الدولي بالاتحاد المصري لكره القدم. اهلا وسهلا بحضرتك يا سياده اللواء. عايزين سؤال حضرتك دلوقتي بالنسبه لامن الملاعب، ما راي حضرتك دلوقتي في اختفاء امن الملاعب؟ هو سؤال بيحتاج حلقه، لكن لما نتكلم على امن الملاعب بنتكلم على امن دوله، بنتكلم على امن الوطن، بنتكلم على سلوكيات بشر، بنتكلم على الاحترام، بنتكلم على الاخلاقيات. اذا النهارده لما اجي اقول امن ملاعب، انا كمراقب في اتحاد الكوره في منظومه متكامله لازم تتعمل. وانا كنت يمكن اشهر ماتش ليا كان ماتش الاهلي والمحله اللي اتلغى من حوالي 3 سنين، اللي بعديه على طول حصلت حادثه بورسعيد. فلا بد ان انت في تامين الملعب، احنا كنا زمان الامن المركزي بيقعد في المدرجات، كان بيقعد في المدرجات يامن. النهارده للاسف ما عادش فيه الاخلاقيات والسلوكيات الناس، لكن احنا كطبيعه شعب مصري لابد من الضرب بيد من حديد، ما ينفعش فيها لا ديمقراطيه ولا ينفع الكلام ده كله. احنا امن يعني امن. النهارده لما يحصل مشكله في اي ملعب من الملاعب دي مصيبه وكارثه، زي بالظبط. يمكن انا كنت لسه بتكلم على اخوه قبل ما نطلع الحوار، الطيران المصري، المطارات المصريه، وانا بصفتي خبير امني، مطار ابو ظبي، مطار دبي، مطار الشارقه، مطار جده، مطار الرياض، امنيا سيء 0/10. مصر 10/10. نفس القصه بالنسبه للوضع الامني في الملاعب. الملاعب النهارده دي عباره عن قنبله موجوده في البلد، لو حصل اي مشكله من المشاكل بتؤثر في الشارع. النهارده في ناس بتبقى قاعده مستنيه، يبقى اذا امن النهارده بتاعي ما فيش حاجه، ما تقوليليش حاجه اسمها شركات امن، لا ده تهريج. لان شركه الامن النهارده لما يحصل اي مشكله هيقلع اليونيفورم اللي هو لابسه وهيرميه وهيجري، لكن الشرطه الاصليه الحقيقيه دي لابد ان تكون موجوده في المدرجات، في الملاعب، في البوابات، امن قبل الماتش، امن اثناء المباراه، امن بعد المباراه. يبقى اذا منظومه اساسيه هو الامن في الماتشات. وما دور الامن في تنسيق المسابقات الدوريه؟ لا هو بصي، لجنه المسابقات اساسا بينصب كل شغلها على موافقات امنيه. ان ما كانش في ربط ما بين الاتحاد وما بين لجنه المسابقات وما بين الامن، اعتقد ان لن تكون هناك منظومه رياضيه متكامله، منظومه رياضيه صح، ان احنا نقدر نعمل مسابقه صح. بالتبعيه يبقى احنا محتاجين كل قرار لينا من خلال الامن. الامن الاهم ولا المسابقات الاهم؟ لا، الامن الاهم، لان الامن دي امن بلد، ولكن المسابقات دي ما هي الا تنظيم. بحط مباراه هنا، بحط مباراه هنا، بجيب موافقه امنيه من هنا، بجيب موافقه امنيه من هنا. دي منظومه متكامله ومنظوره اساسيه. فقره متميزه اللي احنا هنشوفها المره دي في مجال الرياضه برضو. يعني احنا النهارده بنتكلم في مجال معين بنخلينا فيه طول الحلقه كلها. سينما السياسه متنوع من الشرق للغرب للشمال للجنوب، كل الموضوعات متاحه قدامنا. الرقم على الشاشه
اي حد عايز مننا اي حاجه يطلبنا بعون الله هيلاقينا. الاكونت على الفيسبوك برنامج سينما السياسه. معانا النهارده الفقره القادمه الاستاذ فتحي عوض الله رئيس منطقه الدقهليه لكره القدم. رجل غايه في النشاط وغايه في الاخلاص وغايه في جديه العمل. عايز بيتمنى تطوير لكره القدم، يساند الاتحاد الحالي لكره القدم بقياده هاني ابو ريده مسانده خالصه لوجه الله تعالى سبحانه. مساندة عشان نادي شربين وعشان نادي نبروه وعشان نادي المنصورة وعشان نادي بني عبيد وعشان نادي نشا يعني بلاد كتير وقرى كتير عايزينها تنهض بالرياضة. في ظل غياب مراكز الشباب لا تؤدى أي دور. في ظل غياب مراكز الشباب أصبحت بؤر للبلطجة والإرهاب والمخدرات. في ظل مراكز الشباب سابت المواطن فريسة لجماعات إرهابية منظمة تاخده وتجنده وتزرع فيه فكر مسموم، وبعد ما اسيبه وازرع فيه فكر مسموم اخده احبسه بتهمة واخده ادمر مستقبله بتهمة. ومبادرة جميلة اتعملت في لقاء الشباب ان احنا بدأنا نفرج عن الناس اللي هي ظلمت نتيجة تظاهر او نتيجة رأي او نتيجة فكر. طول ما المواطن بعيد عن السلاح وبعيد عن التخريب والتدمير والهدم ولكنه صاحب رأي أو صاحب فكر، شجعه لأن احنا مش عايزين نخلق جيل لا يفكر. ما هو لو جيل لا يفكر هيبني ازاي؟ جيل لا يفكر هيشتغل ازاي؟ جيل لا يفكر يعني هيطور بلده ازاي؟ لما يطلع واحد منهم لا يفكر ويتعين سفير هيناقش ازاي يعني؟ ما هو انت بتنشئ جيل ايه؟ احنا عايزك تنشئ جيل قوي. جيل قوي ببلده اولا ثم بمسؤوليه ثانيا ثم بنفسه ثالثا. فحافظوا على تلك الاجيال. عايزين نحافظ كلنا على الاجيال دي. انا طبعا بقول لنفسي الكلام ده قبل ما بقوله لاي مشاهد بيشوفني في الحلقه او بيشوفني في البرنامج. الاستاذ فتحي عوض الله رجل من الناس اللي هي صاحب حق وبيدي لكل ذي حق حقه وبيدعم وقته كله وبيدي وقته كله لمنطقة الدقهلية لكرة القدم وبيحاول ان هو يشجع البراعم وبيحاول ان هو يقف جنب كل الأندية. تعالوا نشوف الأستاذ فتحي عوض الله هيقول ايه ونرجع نشوف باقي فقرات حلقتنا اللي هي متنوعة دائما زي ما عودناكم أيها المشاهدون. فتحي عوض الله رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم، رئيس نادي السنبلون السابق، مواطن دقهلاوي عاوز مصلحة الدقهلية وبنحاول نعمل حاجة في مجال الرياضة والشباب. أصلا المحاسب فتحي عوض الله غني عن التعريف أصلا. ربنا يخليك أنت اللي طلبت. الله يخليك. بالنسبة للقايمة اتحاد كرة القدم إيه رأي حضرتك فيه؟ والله هقول لحضرتك حاجة، هو اللي بيتصدى للعمل في الخدمة العامة احنا بنوجه له شكر. كل الناس المرشحين سواء ال3 المرشحين في الرئاسة او ال20 المرشحين على عضوية مجلس الإدارة كلهم يشكروا انهم تصدوا انهم يخدموا ويتصدوا في هذا الوقت العصيب. احنا قضينا 4-5 سنين عجاف زي ما بيقولوا، عدم استقرار، الامن ما كانش موجود، استقرار المسابقات ما كانتش موجودة. فالحمد لله ان الامور استقرت في مصر ويبتدي الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا. عاوزين بدل الإخفاقات اللي احنا عانينا منها كتير جدا في المنتخبات وفي الفرق القومية، وحضرتك شايفة في الأولمبياد برضو النتيجة بقى واضحة ان الأمور مش مستقرة معانا، لكن بنحاول الفترة اللي جاية المجموعة اللي تيجي تكون متألفة ومتجانسة وتحاول تعمل حاجة وربنا يوفقها، دي احنا معاها بندعمها إن شاء الله. ما هو الجديد يا أستاذ فتحي في القائمة الجديدة؟ والله هو ما فيش جديد بمعنى ان في جديد، انما المهندس هاني ابو ريده بالفكر العالي بتاعه وجوده في الاتحاد الدولي وجوده في الاتحاد الافريقي اداله خبرات يقدر يجيب يطور، يقدر يجيب البرامج الجديده، يقدر يجيب الامور الجديده ويطبقها هنا في مصر. المجموعه اللي معاه مجموعه متجانسه برضه، وفي من خارج المجموعه في ناس برضه بتحاول انها تكون موجوده. اعتقد اي 10 يجوا مع رئيس اللي يجي احنا هندعمه طالما ده راي الجمعيه العموميه، والجمعيه العموميه النهارده اصبحت في وعي كامل وانها تقدر تختار اللي هيحقق لها طموحاتها. هل
هل الاعضاء المرشحين من داخل المجال الرياضي ولا من خارجه يا استاذ فتحي؟ والله فيهم معظمهم داخل المجال الرياضي، يعني لو جينا اتكلمنا فيهم في الاعلام الرياضي زي الكابتن سيف زاهر وزي الكابتن حازم امام، وطبعا الكابتن حازم امام رياضي غني عن التعريف. الكابتن حازم الهواري كان طول عمره في الاتحاد العربي واتحاد الكوره، الدكتوره سحر طبعا رائده الكره النسائيه موجوده، الكابتن حسن فريد رئيس نادي الترسانه، الكابتن المهندس احمد مجاهد رئيس نادي الحمول، يعني المجموعه اللي الدكتور كرم كردي كان رئيس نادي الاولمبي ورئيس منطقه اسكندريه، وحاجه برضه له في المجال. في مرشحين كتير من الموجودين، والمرشحين برضه اللي مستقلين برضه لهم في مجال الرياضه، الكابتن مجدي عبد الغني والكابتن حماده المصري والكابتن عصام عبد الفتاح والاعلامي خالد لطيف. في ناس كتير موجوده الحقيقه، اسماء كويسه جدا. الجمعيه العموميه تختاروا، احنا يعني باصمين بالعشره ورا اختياراتهم، لان ده اختيار اللي هيجيب لهم هيحقق لهم طموحاتهم في المرحله اللي جايه. وفي نهاية حلقة اليوم أوعدكم إن شاء رب العالمين تعالى مدار حلقاتنا كلها أن نراعي الصدق، الأمانة، الصراحة، التعاون مع كل المشاهدين. لكم مني خالص التقدير والتحية والاحترام، وأقف للشعب المصري إعزازا وإجلالا واحتراما على معاناته وعلى وعيه اللي هيفضل طول عمره عارف مصر وقيمة مصر، ويحفظها رب العالمين بإذن الله تعالى. ألقاكم في حلقة قادمة بعونه ورعايته.